سمي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق 3. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش وانت يا دوبك لسه مستلمها. أنا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع، لا. وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعة تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعة المتباعة، لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاوية يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى يا واد. ستوب. بسم الله يا رمان. بالهنا والشفا. شلبي، أمرني. حاجة ساعة للنجمة بسرعة. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الستيج علشان انتوا كلكم في الرقصة بتحدفوا شمال. أظن كده احنا خالصين. أنت كنت ضيف عندي في بيتي وأنا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس أنا أكرم منك ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا ملط. أنا ماليش في الغصب وأنت اللي اخترت. القصد أنا جاي أسألك سؤال واحد. قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة، اشبكي إيدي في إيدك كده وشبكة ال10 الكرام دول وماليكي عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، أنا ما بقيتش آكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاية أقوله لك. أمورين. الباشا قال لي خميس إيه؟ الحاجة الساقعة المتكتكة حصلت لنا البركة. بالريق يا نجم. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين، كلكم بتحدفوا شمال. الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش. شلبي أمرني. اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر من عينيا. يا نعم يا حاج. شربيه بتقول انك عايزاني. قالوا لي انك هتاخدي كرامة للدكتور. غلبانه، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حاجه، اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني. ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عينيا. شو، نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادرة، دماغي هتنفجر من كتر القراية. الألم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانة؟ هروح عند أهلك الدكتور وهخلي الممرضة تجيب لك مسكن. مسكن ايه؟ ده انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينامنيش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات أمنية. وانتي ناوية تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا.
اسمه ايه ده؟ خلصي هاتي شوف. ترامادول؟ ماليش مرضيش يريحني. غريبة اللي انا لا شفت في ايديها يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ تسلم ايديك، شيليه. بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهرة زي دي تترقص مع كل واحد شوية؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت، اقعد. وادي الحجر. بنت يا سوريا، نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عينيا. بس البت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحة مقشرة. هتقول لي انا قصدي على فريدة بنت العمروطي. ما انا عارف يا عم انها فريده بنت العمروتي، عارف. البت دماغها عالية قوي يا حاج. ايوه. ضريبة قراري. هي عاليه قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على اسنانها. مش سهل، صعب قوي. البت دي ب7 ارواح. ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا رقص لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سامي. حلاوتك يا معلمه في جو ميم الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار. سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه في ايه يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ بس انا خايف لا يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو ايه اللي في بالك يا معلمه؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. الحجر عندي صح. سلامة الشوفة يا معلمه. سمعتي ايه؟ انت على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه يوم. ولا حاجه، ولا طرطيش كلام ولا اي كلمه؟ لا بس شكل كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه تايهه منه. وسي براءه في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجه ايه دي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما لم يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبه؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي كانت نيله وانت مالكيش لازمه. كل ده ماليش لازمه. طيب مصيبه تشيلك. وانا ايش عرفني؟ وانا مغسل وضامن جنه؟ امال ليه قلت لي ان الجوازه 1000 بعد الشر مش هتتم؟ احساسي، ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانه؟ يا اخويا ما تعيش عيشه اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمه حاجه. بقول لك ايه، خميس لو عرف اياته حاجه هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب، هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشه اهلك. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى، ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديتي رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضتي القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له. طلعنا انا بقى من نافوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسه. هابي درينك. هابي فالنتاين. يا بت بلاش تبقي عامله زي الحرامي الاهبل، عيب كده، احنا في الشارع الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يا بت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي لواحده خلاصه القول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح.
بس لازم تقولي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل، ايوه يا استاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ اه. ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخلق. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. اعرف اللي فيه شقه. طب هات شقه فول وقول لي على اللي فيه شقه. اول ما شفتها طالعه هي ومرات خاله العايقه دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذه وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان ابلغك. انت متاكد ياض انها مرات افندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولايه دي؟ ايوه يا ست مطره. مراته ومرات خاله. ايوه هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذه بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولايه دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيمياء يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومه. عن ايه؟ حنتومه. طب وانطر انت. ماشي. حنتومه. دي حلوت قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسه مش قادره اتلم على نفسي وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنتي مرعوبه كده لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم والمره دي كوم تاني خالص. الاتنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. الملط مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للملط يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عرف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افندينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه. اثبت لك ان الجواز مشروع. لو ما فيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس لا مش بس، لان بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الاطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الاطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست مطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي بالراحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم.
يا بت انطقي يا بت، اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي، اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقول لك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا يا بت امشي روحي شوفي شغل. يوه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك، انا عايزه اريحك. يا سافله يا واطيه، امشي يا بت غوري. ام سافله قوي، هو في احلى منها؟ شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بعيد مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار، ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني ادين لحد، بس يلا كل يهون عشان خاطر عيونك انت يا قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. بياقه. عسل قوي بقى دي. طب حس كده بقى، يا كبي. يلا يا خش يا حبيبتي، اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور، اوعي تنسي. خير، مالها ست كرامه كفر لها الشر؟ مالها يا وليه؟ ما هي كويسه اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. ايه؟ جلوكوز؟ طب والختمه الشريفه ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغايه بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شويه وتاخد الدواء، وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الاوضه عشان ترتاح. ايدك معايا يلا يا شربيه. يا عيني على اللي نابك، يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي، ده جتتها متلجه. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمه هنا؟ وطي صوتها، هي معقوله تكون وقعت من نفسها كده؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ هي متلزقه يعني؟ خشي خش، دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله، ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام ساميه تروق الاناني. الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب، وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في اوضه شبه الاوض اللي عند ام ساميه، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليله تشبه الليله دي. رمانه خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي انت بتقوله ده؟ خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس انا ما كنتش اعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ يا رب. مين اللي بيخبط؟ انا يا هبله. بيسا، سيبتي ركبي.
مالك يا ابله في ايه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت اجي افرط لي حبايتين. بلاش. البت دي خدتك ورحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، رحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك، مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حتة عيل يشيل اسمه. واذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عيشنا. خمد دلوقتي، ولما يجي جوز التانية انا ليا كلام معاه. افتحي الباب. اللي انت بتهببه ده هتدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغميق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصل انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس، ولا هتقولي لي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قلنا جايين نفتح صفحه جديده. اقعدي يا بت، اقعدي. ما تاخذنيش يا رمانه، معلش. اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براء، انا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشه في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس، افندينا. حلوه السكه بتاعته، عجباكي قوي. يكون في علمك افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة. براءة النوح، قبض الروح. بس انا جايلك النهارده عشان افتح معاكي سكه جديده. هحط ايدي في ايدك يا رمانه وهفتح لك طاقه القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. اما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في اوضه ضلمه معفنه لغايه ما تفطسي وريحتك تطلع. انجز يا براء، هات من الاخر، انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوفي يا بنت الناس، في مصلحه بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيبي لي اخبار خميس اول باول، وانا هديكي 10 اضعاف اللي بتاخديه من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ انت بتحلم يا براء، مش هيحصل. قشطة، نكملها احلام لغايه ما تقلب عليك الكوابيس. حلو؟ انت عايز ايه بس؟ انا معرفش اياتها حاجه. عارفه كتير وهتعرفي اللي اكتر. طب ما انت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ انا هستناكي تيجي تبخي لي البقين اللي انا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه.
على فكرة براءة بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزة. زي ما انت شايفه والله يا ابله جرجروني غصب. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيسة. ايه ده يا ابله؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتحي. خميس، براءة ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. الطرفة المقفولة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. انت تخبي اللي فيها، عاملة حسابك على كل حاجة. انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجالة بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجة. انا والله والمصحف ما عملت حاجة. والعمروتي واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزبالة ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزبالة ولاد الكلب. يا بنت فاكراني عيل بريالة؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يتلطوا اللقطة دي، ولا واحدة زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولمتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك، ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. مش عايز اشوف وشك ولو صدفة. صباح الفل يا حاجة. صباح الهنا يا حبيبي. اقعد انا عايزاك. أنا تحت الأمر والطاعة وملك إيديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني. القرشين اللي لميناهم مع البضاعة اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس. عايزة أموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده. أنا عامل ترتيبي على كده ومقضية مقضية إن شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس وخايفة لا يكون كبر وعظمه طري. أنت عارفة الخرم اللي في نافوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو؟ الزفتة. أنا مش فاهم أنت إزاي وافقتي على الجوازة دي. أوه. بس ولا يهمك، هنخلص من العملية دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز اخلص لك من الخيل كمان اخلص لك من الخيل. يا ولا مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. اسكتة. برورم 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 برورم. بالله لو الشفا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب الماره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال؟
وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا. حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه هناك؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه، انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. ملوش لازمه الكلام ده. طيب يا حاجه، افرض حد قاطرها وهي واخده كرامه ورايحه بيت زي ده، وجايز نتشم، وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنه في الظهر. مش انا يا معلم اللي هتقول لك الخطر مفندق شبابيكه قد ايه، ولا زن المحروسه على ودانك نساك عرفنا. ما نسيتش يا حاجه ولا حاجه، ده انا لسه ضاربها علقه موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورميتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه، وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده. الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعه. هات يا جماعه يا رب. يوم اما قلبي لا مؤاخذة يعني يحمي راسي امزعه بايدي وارفصه برجلي. امال الموال ده جاب اخره يا باشا، والمولد ده انفض يا باشا وخلص. عمال تحورني وتدورني ايه الجو. خلينا نتكلم في الشغل احسن. شوف يا خميس، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي، وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. يا باشا ده شرف لينا بقى، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ قاعد المزاج ولاد بلدي، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجلة انتاج مظبوطة. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى فيه راحة بال. طبعا لما البال يبقى مرتاح الدماغ يبقى مظبوط، ده الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله. انت بتتكلم زي الحاجة بالظبط. والله زي الحاجة؟ لا مش زيها يعني، لا ده انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس؟ انت زي العسل يا باشا، يوم يا باشا. انت مش عارف ايه يعني؟ قول لي يا عم. انت عامل السوق كله يا باشا. الخلاصه ان المصلحه انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النوح، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده بعدين لحاجه انا هعيشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته هانم. حته هانم. نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ نوح طلبها لمين؟ براء ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار. هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براءة ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل ل7 ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ الميه دي ساقعه طول الوقت وانا ما اعرفش. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني.
يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الألوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، وأكيد أنا مش أغنى من الحكومة. انت واثقة من المعلومة دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا اما تقول كلام بيبقى هو التمام، وأنا بت ب100 راجل وأنا جايبة لك الأوكي. المهم المكافأة دي قد إيه؟ يا بنت لمي نفسك. استنى بس شوية يا باشا وأنا هشوفك. تشوفي مين يا بنت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقليه بابنك ولا ايه ياما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل. وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا ياما، وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمصيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكله عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه، ملوش لزوم الكلام ده. بس الزامنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها. واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل، زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى ياما. بزيادك انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. اديني انت بس الداده. ليه؟ المعلومات يعني. لا قول لي الاولانيه. الداده. الداده؟ الداده يا واد انت اللاده بحبك. حلاوتك يا فندينا. ما جاش يا حلو. فاكر يا ده لما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمه زعلت. انت مالك انت امال حاله المكاتب؟ انت مالك؟ انا عينيا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي، خد يا سيدي الداده بتاعتك يرضع منها براحتك. ما جاش. هو انا كده تعبتك قل؟ لا 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 لا، تعبك راح. المره دي هتعب لك، المره الجايه تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعة فندينا. أول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك يا فندينا، دي أخلاق المعلمين وإلا فأنا. ولا على رأي المثل. إيه؟ لا يأس مع الحياة. ولا حياة لمن تنادي. يعني ولا حاجة. انت خاشش المجلس نعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت.
والنبي يا معلم تعتقني لوجه الله، انا خلاص طلبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروحي لاخواننا البعد. خلاص يا معلم انا تبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عقدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي وسطيوب هعمل كده، بس خرجني من هنا والنبي. مطرة نعم يا معلم. فكيها وخديها نضفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي ان انا احن عليكي من الحكومه؟ ومش كده وبس يا مطره، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، انا عاوزها عروسه على الفرازه، ولو قدرتي تفرديها شويه افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي، ها؟ بيهولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. يو بقى تكنيله موكوسه. الف عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا النوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، وواضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل يا ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه يا علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجالة. دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول لرجالته. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقتي؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك غير البحر وربنا حلله زي ما حلل لقمة العيش، والفاتحة على اللي هيقل بأصله ما يراعيش ربنا في أكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم هلله. بسم الله يا رجاله، احنا مكشوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحه دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين نأسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا، ما تخافوش، هنغسل ايدينا وهنروح نضيف.
ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبون عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبله. يا سلام. نبله. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى عيت ابو زنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسماها على اللي يخون العهد والكلمه، واللي اوله شرط اخره فانلة. يتوب علينا ربنا. عايزين نعمل فرح يليق بينا يا شفاعة. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليلة العمر. عايزك تعزم لي كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش اي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هللة؟ معلم هللة ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل يمي الأبجية وانا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ يلا عارفهم، دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم كأنهم ما اتولدوش من أساسهم. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني قوي يا كبير. معلش خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها؟ انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. يو مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضه الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين الرغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تبذير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. دي هي. هي مين يا متر؟ علي بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمدون، امشي احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حنتومه صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامه، ابقي طمنينا عليكي. مع الف سلامه يا اختي. هي مين الست دي يا خاله؟ حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا قاسم باشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحده مروشه كده رجاله. واخد بالك يا علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبه الدجل والشعوذه بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت.
والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها عز المعرفه من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده يا علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه تفضلي في خدته. امسكي يا ست نطره. والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وايه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عاملة زي الحجر يا ست مطر. حاجة زي كده يا أختي. يا اختي انا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني. ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فله من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. امال ايه كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو مربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14 والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي هعمل لك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح واعيش بقى زي بقية الناس. الله حي حنتوش منتوش طربوش منفوش. ايه ده انا بدور عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي، تعالي. اقعدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين؟ وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقول لك ده وكحة، بقول لك رقاصة. ما اعرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت. مش انا قلت لك هجيب لك قراره واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفوا من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف. لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه ده ينيل عيشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير تعمل شر تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هرله؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلله وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟
قعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل قام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريث. شفاعة! عمرك يا كبير. تاخد مراتنا يا ولدي يا وهالقلب. دل على السلامة دل على السلامة يا عم خميس. الدنيا الله يسلمكم يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان قاهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني ويستهلوا بيا وكمان مستصغرين كمان بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مراية ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزاك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيكي حاضره؟ يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. بتوحوش اما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عبدي وانا مش عارفه اتلم على نفسي، والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بت، لمي الدور وشويه الكلام ده. اي يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهج؟ انا قلت كده. امال امي؟ معرفش. دي بيسأل الحاجه. فسحي سكه يا بت. فسحي يا بت سكه اهو. يا عم انا مفسحه اهو. فسحي يا بت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي الا دي. فسحي. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغرني كمان مستصغرني. فرومة بدران يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا أستاذ بدران. ما تتكلمش كتير. ايوه خير خير مالك اهدي. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بس عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايبك ورا على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بس عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبلت قلت يسقطها. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم سره واحده. هو انت ما يجيش من وراكي الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البت اللي مستنياك تمدلها ايدك وتنقذها يا بدران. الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما ده هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها، لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير. في واحد بره عايز يقابل سعادتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له يدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه.
انا اسف يا ياسر بيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف، بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معاه استاذ عايز يخمر شويه. يلا. عمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، لا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال، بص لقدام، احنا لسه في الاول. برضه احنا شرقانين للمكسب، وبعدين العمروس ده مش مضمون. خميس عنده حق، مكسب السوق اهم من الزياده اللي خسرناها، والنوح مش هيسكت، هيعمل اي حاجه علشان يرجع تاني. البضاعه دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج، والسكه مفتوحه. الناس زهقانه وكفرانه وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحبايه دي وهو متاكد انها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه في جو احلى، هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج، واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركه فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض، ودي المحبه بيننا يا رب. امين يا رب. دوق. دي خلطه جديده؟ اه. حلو، بس ما تخمرهاش زياده، خلاص كفايه كده. لو جهادك يا فندينا. انا عملت بنصيحتك وجبته لنا المصحه عشان يتعالج. كان كويس قوي في الاول، وفي ليله جات له ازمه ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاتره قالوا ايه؟ قالوا ان دي اعراض صحيه، ده معناه ان سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معنى كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش، رفضت. صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجيله نوبات صرع، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك اني جاي اطمن عليك؟ طمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك كنت اتفق معاك مش كده؟ شادي، انت عارف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ ورجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي يعوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا عن النيابه. ايوه ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها قرشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله عنوته. اسمها ايه؟
هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق، عطشه. تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه، بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس. براون شوجر. اللي هي يا باشا؟ براون شوجر. بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هم يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسة. هاي داد. حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي، سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سوليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس البوزه. اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ ده انا التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبان هتجيب لي برنسيسه ده شريك يعني. ما شاء الله. انت عارف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. يا سلام، زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. وانت عارف انك جايبني عشان كده يا سيد الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال. انا بلعب في تيم تاني براكوا يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم، وشبكة ال10 الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي. ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة 10 وليه عنده بدل الطار 1000. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح. ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. ولا مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة. هو الوحيد اللي هازل صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، واصف له وصفه، عامل له عمل، حاجه كده تحس انها ايه رايك ايه يا مالت؟ وانا بقى جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح يا معلم. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك.
يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مهندس. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا اذا كان على بدران سيبولي انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ منى يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك قلم يا زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة اجيبها سعادتك. لا تعالى استنى. الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها خد امسك. ورقة ايه؟ ورقة اكتب بس اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندينا اللي هو التوقيع افندينا. اكتب. ايوه هو ده رجل الامن. ايوه تمام. خطك حلو. بص انا احط دي هنا بس امان عليك، اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام. خد بس يا فندم. خد يا زينهم. لا خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما تقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. يا باشا سلام. شغل ايه؟ ومن امتى وانت بتشتغل اصلا؟ لؤي خلاص بقى، انا زهقت منك. اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقة البفرة. ما تستغربيش ورقه البفر. ما لقيتش اسرع ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي، لو مزاجك تمام كلميني، ولو مزاجك تمام كلميني، ولو مش تمام كلميني برضه. افندينا. ايه ده؟ سعاد كنت فين كل ده؟ ما ترد على الحاجة. تقولي لها كنت فين؟ اشتغلوني اكتر، اشتغلوني فهموني انكم ما تعرفوش. ما نعرفش ايه يا اخوي؟ هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عمه صح يا عم الحاج. الوسطوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازه طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت. اقف مع ابوك واتكلم عادي. لموا انتوا نفسكم شويه بقى ولموا بنتكم بدل ما ترموا بالكم على الناس المحترمه. الكلام ده بقى تقول لروحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متكومين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيتداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم. انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه. ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هستحمل الهم والقرف اللي انا فيه واخد اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي. بس انت بعت نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرسي. انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ نسيت اجيبك منين؟ شمال يا زباله. انت بتضربها ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا
بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميتني زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقيه حتى عظمه تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه. انت والجوع بعيدوا عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس أنا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي. اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص. بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والأتوبيسات اللي إيديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات؟ وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق؟ هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطأ جدا. ده لأن الترامادول أسهل إن هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا إن هو مش زي المخدرات التانية ولا زي العادات المميتة اللي في حياتنا، السجاير والشيشة والعادات السلبية اللي بقت على طول حوالينا. دكتورة ليلى، أنا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس أنا مش فاهماك. أنت ليه مصر إنك تساعده وأنت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف قوي من الخطر اللي جاي. أنا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حاكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل باصه للقمر وابقى شايفاه كده وهو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زيك كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا، انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده. انما محسوبك بقى غاوي يا اساسا. واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حادفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حادفه شمال، جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورقه وجبتني هنا ليه؟ شوف اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروضه عليك. مفروضه عليا؟ ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. انا شفتك كم مره لحد دلوقتي، يعني مرات قليله، بس يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجه وبعض سواعي تانية اشوفك حاجه تانية يعني. واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص. اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته، وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبيت ده بقى بينعش المخ
ويعلي ادراك الحزن. انتي دنيا يا بت انت ليه بتنطي مراحل كده بلا هداوه؟ بلاش الدنيا قفش كده، واحده واحده. احنا هنا في ملقف والودان مفيش اكتر منها. ايه؟ انا عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجه. بتعملي ايه عندك يا بنت؟ القهوه فارت 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 فارت؟ ايه ده؟ انا فين؟ الحاجه ضاويه في خميس. انا ايه اللي جابني المطبخ؟ مفاجأة يا بنت بالنسبة لك مش كده؟ شو انا مش قلت شغل المرقعه والمياصه ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص قلعتي برق الحياه. ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمه يا حاجه، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحاله رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحاله رجعت لي من تاني. حالة تاني؟ الله، لا اله الا الله. احنا مش كنا علمنا الحكايه دي؟ اصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمه، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ابقي ارقيها يا حاجه، ارقيها. عجبت لك. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. ما تطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغل كويس ومفطم ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش في لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المرة دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجة. لا حيرتك ولا حاجة يا ابن بطني. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح أتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة، ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. إياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت بقى. العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن، فاتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس.
طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقه دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. بالراحة بالراحة يا متر، دي مجرد إجراءات أمنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شويه لا طقلك عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله. بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء؟ ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا 3 4 مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيدي لك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هترزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضيه هات لي ورقها دلوقتي وانا هدرسها انا لو عندي قضيه كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذه بالطريقه دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكه زينا مش هتلاقي. احنا علامه مميزه، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه، المفروض بقى تكمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضه العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مآمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براءة، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجة هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصورة. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخرفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحة انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شوية تقول لي سيبها وشوية تقول لي ارجع لها. هي ايه الحكاية بالظبط؟ يا افهم بقى، بنته دي هي الشوكة اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة. خشي يا اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونه؟ مش تريحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم. انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام وبقيت اقدر اطبق يومين 3. يا سلام. طب ما اعملك شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، تصدعني وخلاص.
شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايزه اعود نفسي عليها. دبريني، قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام.